مساء الخير. موضوعنا اليوم الحرب. كلشي كيهضر على وكلشي كيشوف بان الحرب ما كتخلف غير المصايب، خاصه عند جوج الانواع ديالنا، اما اللي ضعيف او اللي كانوا جوج متقاربين، يعني ماشي واحد مجهد وواحد ضعيف. في الغالب بجوجهم كياكلوا العصا، خاصه مع التطور ديال انواع الاسلحه اليوم. الحرب جوج الانواع على الاقل، اما حرب داخليه وسط البلاد وسط الفرد حتى هو، ولا خارجيه بين البلاد وبلاد اخرى، ولا بين فرد وبين العالم الخارجي اللي محيط به. خلينا في الدول. الحرب ما بين على برا وبلادك ما فيها التربح. معلمين في الدبلوماسيه الحكماء دائما نتجنب الحرب باي ثمن. علاش؟ لان الحرب قل ما يمكن ديروا. راه شفتوا قدامكم هذا الشيء، زعما ما كيحتاج شي عاد الله. 50 عام وانت كتبني في البلاد، تحارب غير جوج الاسابيع بهذه الاساليب ديال اليوم، يمكن لك تصوت في ديك 50 عام كامله. الله يعاون. سير خصك تعاود كلشي من جديد. شحال ما تجنبتي الحرب. شكون اللي كيسعى للحرب على برا؟ اما قوه كبيره باش يهيمن ويتوسع وكيكون دور حساباتهم عندهم. الشعوب دائما خاسره، هذه ما تذكروش عليها. اولا شي واحد اللي في الداخل عنده باش يتجنب حرب داخليه بحال الديكتاتوريات الخايبه اللي كتكون عارفه بانها مكفساها على بلدانها ومسيطر عليها بالحديد والنار. كتحاول تخلق اما حرب حقيقيه، ولا ما لقاتش معاه من حروب وهميه دائمه على برا وكتصرف عليها ما عرفتش شنو باش تخلي مسدودين للداخل. اذا الحرب الحقيقيه اللي منتجه هي اللي كتكون حرب في وسط البلاد. فساد، اميه، الريح، كل انواع البيروقراطيه وكل انواع ديال الميديوكراسيه، يعني السيطره ديال الفاسدين السماسره اللي ما صالحينش، اللي كيتعداو كيتراماو على الواجب وعلى المسؤوليه. هي الحرب الحقيقيه. ان هذه الحرب كتؤدي للتقدم، كتؤدي للزياده في الثروه الوطنيه، كتؤدي للزياده في الديمقراطيه، كتؤدي للزياده في العداله الاجتماعيه الى اخره. وكل مواطن خاصه اللي تيقيلوا يطلبوا بان البلاد تدخل في حروب باسم القوميه وباسم الدين وباسم الوطنيه وباسم التراث الوطني وباسم ما عرفتي شنو. ايوا غير يهضروا مع راسك، باغيين تغامروا بكل شيء. لبس قدك ايواتيك باش تكون ما عندكش الامكانيات باش تدخل في الحرب وتكون انت هو امريكان ولا روسيا ولا الصين. وشوفوا الصين دابا اللي قوه كبيره وكتجنب تدخل في حروب تماما. اذا كان كتدخل لاسباب معينه، امك تحارب في وسط اسرتك، تحارب بلادك عن طريق انك تحارب بحال هذا اللي كيدعي للقوه والحرب. حارب من اجل التصحيح والاصلاح ديال المسار. السلام عليكم.